ليش ما كان في لاعب من برشلونة بيساعد ميسي لما تسارع في الكرة؟ وخليك متذكر ميسي واجه أغلى 4 مدافعين في العالم في هذيك الفترة. بوسكيتس استلم الكرة بعدها مررها بلطافة لميسي. بوسكيتس دفش الكرة دفشة بسيطة. 2 من المدافعين حاولوا يسكروا على ميسي بعد ما استلم الكرة، لكن ميسي تسارع بالكرة وخلى المدافعين وراه، وزملائه ما بيعملوا أي ردة فعل. راموس تقدم لحتى يحاول يسكر الطريق على ميسي، بس ميسي بلمسة بسيطة بغير اتجاه الكرة لليسار. بهلول كان جسمه نازل وبيحاول انه يمسك ميسي في رجله وايده لحتى يقطع الكرة، بس ميسي اللي بيتمتع بمرونة عالية تجاوز بهلول بسهولة. مارسيلو تأخر وظل يراقب ميسي من الخلف، مش قادرين يوقفوه. راموس بيمد رجله مرة ثانية لحتى يحاول يقطع الكرة من ميسي مرة ثانية، لكن ميسي لما فقد توازنه مد رجله اليمين وسدد وبام بالشباك. الكرة بتلامس رجل راموس وتحت انظار كاسياس بتطير الكرة للشباك. لازم تعرف انه تمريرة بوسكيتس البسيطة هي مفتاح لهدف ميسي. عشان تعرف قوة ميسي وقتها لازم تسأل زملاء ميسي المتخاذلين واغلى خط دفاع في العالم، لانهم ادرى الناس. حط لايك.